هاي بنات، اليوم سنتكلم عن تمارين الرياضة. يعني تتحفزي نفسك بنفسك أن تقومي بها فقط من البيت. حتى ولو تقولي أنا أحب أن أفعلها في قاعة الرياضة، لا يشترط ذلك، فستشعرين أنك يمكنك أن تقومي بتمارين الرياضة وتتحفزي وتستمري في نفس الوتيرة حتى يعطيك إن شاء الله نتيجة جميلة. قبل ذلك أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لتصلكم حلقاتنا، ودعمونا بلايك طبعا إذا أعجبكم الفيديو. وقبل ذلك إن شاء الله نصلي على محمد وعلى آل محمد، وخلونا نشوف أشهر التمارين التي تعطيك قوام جميل إن شاء الله بالبيت. أعرف أنك تعبتي من الاشتراك في قاعة الرياضة وما عندك يعني وقت تروحي للجيم، أو يمكن بس تحبي تتمرني براحتك في البيت، يعني ما يصرخ عليك الكوتش ويقولك يلا عندك 10 بقيت 10 دقائق بقيت 5 دقائق. يمكنك أن تحفزي بنفسك. فاليوم حنحكي كيف ممكن تبدأ تمارينك الرياضية وتحافظي على لياقتك من غير يعني ما تزوري قاعة الرياضة ولا تدفعي ولا حتى فلس في ذلك. خليك معي للنهاية إن شاء الله، وراح نشارك معك خطة بسيطة وفعالة دون استخدام يعني مستلزمات الرياضة، وهي فقط أنت في البيت يمكنك أن تقومي بها. الأولى إن شاء الله راح نوضح فقط شغلة واحدة. التمارين الرياضية يعني ليس مرتبطة فقط بمكان معين أو على الحركة أو التحفيز أو الاستمرارية، لا، فنركز على شيء واحد هو حرق السعرات الحرارية. يعني نحط أمامنا النتيجة، يعني نريد نصل إلى نتيجة. لا يمكن يعني نفكر أن يجب تكون قاعة جميلة أو المكان نظيف أو يكون يعني ما في صخب ما في كلام، لا، فقط احنا نركز على شيء واحد وهو حرق السعرات الحرارية ونقوي عضلاتنا إن شاء الله، ونحسن لياقتنا البدنية دون استخدام كل هذه الأجهزة ويعني ومستلزمات الرياضة. نعم، عندنا فقط التمرين الأول يعني يمكنك أن تساويه بالبيت بعد حركات كما قلنا حركات تسخينية يعني لمدة 10 دقائق، وهو تمرين سكوات. فهذا مفيد جدا لغازات البطن، ومفيد جدا خاصة اللي عندها مشكلة يعني بروز البطن يعني المنطقة السفلية تكون يعني داخلة في البطن. هذا تمرين سكوات حيعطيك نتيجة إن شاء الله جميلة جدا فقط في مدة أسبوع. وليس فقط ذلك، فهو يقوي الساقين والمؤخرة. لدينا أيضا تمرين آخر، التمرين الثاني يعني هو تمرين بوش أبس. هذا ذكرنا في فيديوهات سابقة، فهو جيد لعضلات الصدر والذراعين. لدينا البلانك، وهو محبوب الجماهير ومحبوب خاصة الرجال. هو تمرين كامل لشد الجسم، يعني كأنك تعملي فيلر للجسم ولشد البطن. لدينا تمارين أخرى للبطن كما نعرفها، هي كرانش أو سيت أبس لعضلات المعدة. هذه حاولي أن تقومي بجولات فيها يعني مدة 20 أو 50، ومع الأيام لو داومتي عليها مدة شهر حتصلي حتى إلى 100 كرانش. لكن أنا أفضل أن تبدأي فقط ب30 في الأيام الأولى، ولا تركزي على البطن، لأنك إذا ركزتي فقط على البطن فلن يدخل البطن. يعني نحتاج أولا إلى الجسم، نحرك كل التمارين يعني كل الدورة الدموية عفوا، حتى يسهل إدخال البطن دون مشاكل. لدينا أيضا منطقة عفوا تمرين الكارديو. هذا تمرين كارديو يستهدف يعني اللي فيهم يعني شحم كبير، يعني دهون على مستوى الأرداف، دهون في البطن، دهون يعني في الوجه يعني في الرقبة. فيحتاج إلى تمارين كارديو، فهي جيدة لعضلة القلب وجيدة أيضا لدهون جميع الجسم. كيف نقوم بها ونحن ليست لدينا صالة؟ يمكنك أن تجري في مكانك. حاولي أن تري فيديوهات في اليوتيوب، يعني يوجد جري في المكان، يعني لا تحتاجي إلى أن تجري في منطقة واسعة. يعني وأيضا يمكنك أن تقومي بالكارديو على النط على الحبل، هذا إذا كان متوفر، لكن يفضل لبس معه يعني نقول حذاء خاص رياضي، لأنه يمكن أن يعود عليك بشيء خاطئ خاصة في منطقة الركب. أيضا اكتبي على اليوتيوب يعني جامبينج جاكس، وأنا سأضع لكم صور يعني تريكم ما هو جامبينج جاكس. يعني هذا القفز، يعني تقفزي في مكانك دون الحركة. فهذا تمرين أيضا حيعطيك خفة مع الوقت، يعطيك كما نقول ينشط الدورة الدموية. يعني حتلاحظي أن شعرك بدأ يطيل، يعني ما في مشكلة حتى الأظافر، يعني لأنه ينشط
الدورة الدموية. نصيحة فقط، نبدأ فقط ب3 جولات لكل تمرين يعني، ونرتاح 30 دقيقة، ومع الوقت سيزيد التحدي على نفسك، يعني تقول اليوم عملت 20، غدا أقوم ب50. وحتلاحظي أن في وقت ثابت يعني يوميا لمدة 20 دقيقة بعد الاستيقاظ أو قبل النوم، يعني الناس اللي تأكل كثير عندها شهية كثيرة يفضل قبل النوم أن تقوم برياضة. راح تلاحظ الفرق إن شاء الله في أيام بسيطة. حتى ولو ما عندك يعني منطقة تعمل فيها رياضة، فقط في مكانك، لا تحتاجي إلى غرفة كبيرة أو منطقة يعني مثل قاعة الرياضة، يعني منطقة صغيرة فقط يمكنك أن تقومي بكل التمارين اللي ذكرناها آنفا. أيضا يمكنك شراء زجاجات ماء يعني كأوزان خفيفة، يعني خليها عندك بالبيت، تحتاجيها كثيرا إلى تمارين الأكتاف. هذا فقط كانت التفاتة بسيطة لتحفيزك لتقومي بالرياضة في البيت، وإن شاء الله هتبدأيها من اليوم، حتتحمسي وتعمليها وتقومي بالرجيم يعني خاص بك، ونفسيتك حتلاحظي أنها نفسيتك حتى هي ارتفعت وتكوني إيجابية طيلة اليوم. ابدأيها في هذه السنة الجديدة إن شاء الله، راح تلاحظي أنه حياتك هتتغير مع الوقت. إن شاء الله أكون قد أفدتك ولو بالقليل. لا تنسينا بلايك وتفعيل الجرس، وشكرا على متابعتك للحلقة، وإلى اللقاء في عدد آخر.